السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل تحلية سهلة وسريعة وبدون تكلفة، بس الأول حابة أفكركم ياريت مننساش ندعي لإخواتنا ربنا ينصرهم ويثبت أقدامهم، وياريت كمان مننساش نصلي على حبيبنا المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وياريت متنسونوش بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نسمي الله وندخل على الوصفة بتاعتنا. أول حاجة معايا حلة هضيف فيها كيلو من الحليب، اللبن ده غلياه وسايباه لحد ما يبرد معايا خالص. نزلت بيه في حلة وبعد كده هنزل ب4 معالق كبار من السكر الحبيبات أو التحلية اللي انت تفضليها. كده نزلت ب4 معالق كبار من السكر. هنزل كمان ب3 معالق كبار هرمية من الكاستر، وراعي انه يكون اللبن معانا ساقع عشان اللبن لو سخن هيكلكع معاكي الكاستر ويعمل كتل معاكي، فخلي بالك لازم يكون اللبن معاكي ساقع. هندوب السكر والكاستر في اللبن لحد ما يدوب معانا خالص. كده تمام. بعد ما داب معانا السكر والنشا اختفت خلاص في اللبن، هاخد الحلة بقى بتاعتي ديت وهرفعها على نار متوسطة، وما تعليش النار عشان الحلة متتحرقش معاكي ويمرر معاكي. على نار متوسطة كده واستمر في التقليب لحد ما يدينا القوام اللي احنا عاوزينه. وخلوا بالكوا برضو ما يكونش النار بتاعتك عالية عشان ما تتحرقش معاكي وتعمل قشرة كده في الحلة تديكي مرار في الاكل وانت بتاكليه. تمام اهو كده بنقلب لحد ما يوصل للقوام اللي احنا عاوزينه. هو بدأ كده يتقل معانا، عندنا برضو مستمرين في التقليب لحد ما يتقل معانا خالص. ولو انتي بتقلبي كده وحسيت ان هو مش راضي يتقل معاكي او خفيف معاكي، ممكن تجيبي معلقة من الكاستر وتدوبي عليها وتحطي عليها معلقة من المية وتدوبيها كويس بمعلقة المية، وبعد كده تضيفيها بقى على الحلة وهي على النار. الايد التانية بتقلب والايد التانية بتضيفي المعلقة الزيادة اللي انت دوبتها في شوية مية، وتقلبي بقى كده عشان يديك القوام اللي انتي عاوزاه. ده لو طلع خفيف معاكي ومش راضي يديك القوام اللي انتي عاوزاه. تمام. لكن المقادير بتاعتنا مظبوطه، انا حاطه 3 معالق كبار من الكاستر تمام على 4 معالق كبار من السكر، والسكر طبعا حسب ما انتوا عاوزين. كده الكاستر بتاعي خلاص وصل للقوام اللي انا عاوزاه. هوزعه كده في الكوبايات بتاعتنا او اي بولات فاضيه عندك، بتوزعيه كده بحيث ان انت تسيبي نص فاضي، نص للكاستر والنص التاني للطبقه التانية. تمام. كده هنوزع بقى الكاستر بالشكل ده كده. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله الكميه اللي معايا دي عملت لي كميه كبيره كمان، يعني انا جبت 3 كوبايات كمان على ال6 كوبايات دول. حلو كمان يعني تفرحي باولادك، ولو عندك عزومه ممكن تقدميها برضو. او تحليه رمضانيه حلوه جدا برضو تاكلوها كده بعد تحلوا بيها بعد الفطار. لا بصراحه طعمها حلو قوي هتعجب اولادكم. كده هحط بقى الكاستر بتاعنا كده في صينيه واحطه بقى في التلاجة لمده ساعه لحد ما يسقع معانا خالص. بعد كده هجيب ميه سخنه واحطها في البراد او في اي حاجه سخنه لحد ما تغلي معايا خالص. وهنجيب بوله فاضيه ودول عبوتين 2 من الجيلي بقى اي نوع تفضليه، في مشمش، في فراوله زي ما انت عاوزه بقى، زي في توت في ليمون زي ما انت عاوزه. ده جيلي فراوله. هنزل بيهم كده عبوتين 2، هنزل بيهم كده في البوله الفاضيه بتاعتنا. دول عبوتين 2، كل عبوة هتحتاج كوباية مية سخنة، مية مغلية كمان مش سخنة. شايفين المية بتغلي معايا ازاي؟ ودي كوبايات عادية اللي احنا بنشرب بيها الشاي، بلاش الكوبايات الكبيرة عشان الجيلي ما يطلعش خفيف معاكي. نزلت كده بكوبايتين 2 مية مغلية على مسحوق الجيلي بتاعنا، وهندوبه في المية المغلية لحد ما يدوب معانا خالص. وما ينفعش طبعا ندوب الجيلي في مية ساقعة، لازم ندوبه في مية مغلية. تمام. حابة بقى تضيفي سكر ضيفي، مش حابة بلاش، حسب ما انتي عاوزة. في بيحب الحاجة سكرها زيادة، في بيحبها مظبوط. انا بحبها سكر زيادة شوية فعشان كده ضفت معلقتين 2 كبار من السكر. تمام. اذا على راحتكم برضو حابين تضيفوا ماشي. كده دوبنا السكر في الجيلي
ودوبنا الجيلي خالص. وخلي بالك برضو بياخد وقت معاكي شوية على ما يدوب معاكي لحد عشان خاطر ما يلزقش في البولة من تحت. كده دوبنا الجيلي خلاص كله والسكر داب معانا خلاص. هنزل كمان بكوبايتين 2 مية باردة. ده طبعا الكوبايات اللي احنا بنشرب فيها الشاي ما ينفعش تزودي كوبايات كبيرة عشان خاطر الجيلي يطلع متماسك معاكي. يبقى كل عبوة اخدت كوباية مية مغلية وكوباية مية باردة. تمام. يبقى انا ضفت كوبايتين 2 مية باردة وكوبايتين 2 مية مغلية. كده الجيلي اتمسك معايا خلاص. الكاستر سوري. اتمسك معايا خالص وسقع معايا خالص. ننزل بقى بالجيلي واحدة واحدة كده. وانتي بتحطي الجيلي كده في الكوبايات او البولات الفاضية بالراحة خالص عشان تحتفظي بشكل الكاستر. لو حطيتي الجيلي مرة واحدة كده على طول او بكمية كبيرة هتلاقي الجيلي ينزل تحت في الكوباية وتلاقي كله خلاص باظ معاكي خالص. فحطي الجيلي واحدة واحدة كده عشان تحتفظي بشكله اهو زي ما انتوا شايفين كده بالراحة خالص. وانتي بتحطي حطي شوية بشوية صغيرين. عشان في ناس ساعات بتشتكي بتقولي الجيلي نزل تحت في الكوباية. نزل عشان خاطر ما سقعتيش الكاستر كويس في التلاجة. اقل حاجة سيبيه لمدة ساعة وبعد كده طلعيه وحطي بقى الجيلي بالراحة خالص. وانتي بتحطي هيطلع معاكي كده بالشكل الجميل ده. كده تمام. يا ريت بقى يا حبايبي لو وصلتوا هنا لحد الفيديو يا ريت ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكوا كل جديد. كده خلاص الجيلي بالكاستر بتاعنا بقى جاهز خلاص. احطه بقى في التلاجة لحد ما يتمسك معايا خالص لمدة ساعتين. بعد كده بتطلعيه بقى بعد ما يعدي عليه ساعتين 2 بتحطي بقى عليه كريسبي بقى من فوق او ممكن كريم جانتيه ممكن تعملي له روزيتات فوق. ده كان عندي كد توت في التلاجة بقى مطرح التورت والجاتوهات اللي كنت بشتغل فيها. حطيته كده بالشكل الجميل ده بالجمال ده. جربوا الطريقة وان شاء الله تعجبكم. ودعاء تاني اعمل معاكم تورت وجاتوهات والدنيا تتحسن لان الدنيا بقت صعبة قوي. الديل الزبونش بقى غالي والكريم جانتيه بقى غالي قوي. فالشغلة دي ما عادتش جايبه همها معايا بصراحة. فادعولي ربنا ييسر الامور كلنا يا رب كده ويصلح لنا الحال. وده منظر الجيلي بتاعنا بعد ما طلع اهوت بقى جميل قوي. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. اشكركم على المشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.